قوس الخطر، لأن المنظومة الصحية شنو وقع فيها؟ كاين واحد قانون الإطار مرة أخرى، قانون الإطار ديال الورش ديال تعميم الحماية الاجتماعية. هذا القانون الإطار جا عطى من بين الأهداف الأساسية هو التعميم ديال التغطية الصحية. في نهاية دجنبير 2022 كان خص يدخلوا 22 مليون مستفيد ومستفيدة إضافية ونديروا التعميم. النتيجة اليوم التي ينكرها رئيس الحكومة ولكن تؤكدها سبق لحزب العدالة والتنمية أن نبه إليها وأكدها التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، هو 8 مليون ونص ديال المغاربة خارج التغطية الصحية. 5 مليون ونص غير مسجلين أصلا، ما مسجلينش. 3 مليون مسجلين ولكن الحقوق ديالهم مغلقة لأنهم لا يؤدون. إذا كان هذا ما يعني ما تيخليش رئيس الحكومة بلا نعاس، راه ما فهم والو، لانه جا تيقول بانه حنا الورش ديال التغطيه الاجتماعيه وديال التغطيه الصحيه وديال ورش الدوله الاجتماعيه نجحنا. لا ما نجحتيش السيد رئيس الحكومه، فشلت فشلا ذريعا. 8 مليون ونص. ولكن ليس الامر فيها يعني غير في هذا المستوى. الامر الخطير الثاني هو ان هذا الورش ديال التغطيه الصحيه اللي كان خصو يكون ورش اللي توقع فيه التعبئه ديال القطاع الصحي، والقطاع الصحي العمومي اساسا، لانه هو الاساس، الاساس من حيث التكوين والاساس من حيث الخدمات، ومعه القطاع الصحي الخاص، ويكون واحد التوازن وواحد التكاتف باللي يؤدي لهذا اللي وقع. وتحدثتم في احدى الندوات عن خصخصه هذا القطاع. احنا ماشيين للخصخصه، ماشيين اننا سنقضي على القطاع العمومي وسنهمشه، ولكن في نفس الوقت حتى القطاع الخاص سيعاني، لانه الطريقه باش ماشيين دابا شنو هي؟ هاد الكون انه، وهذا ما يقوله التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ان الاغلبيه الساحقه ديال النفقات ديال التغطيه الصحيه تتمشي للقطاع الخاص وليس كل القطاع الخاص، باش نكونوا منصفين. ما تنتكلموش على العيادات وعلى المصحات العاديه، تنتكلموا على واحد النوع جديد من القطاع الخاص الراسمالي المتوحش بين قوسين، الذي اصبح يعني ينتشر كالفطر ويستقطب كل شيء ويأكل كل شيء. شنو وقع في هذا الشيء؟ اللي وقع وهو أننا اليوم بهذه السياسة ديال الحكومة، لأنه فاش كنا في الرامد سابقا الدولة كانت تتخلص 2 ديال المليار ديال الدرهم، فاش رجعنا للمتضامن رجعوا تيعطيو 9 مليار ونص ديال الدرهم. شنو عطى هذا الشيء؟ عطى اليوم أننا أمام تهميش مبرمج للقطاع العمومي الصحي التكويني والخدماتي، وفي المقابل شنو تلقاو؟ واحد التوهج وواحد يعني العمل ديال واحد التزايد ديال القطاع الصحي الخاص. كليات ديال الطب والصيدله الخاصه يعني تنتشر، وهذه المصحات الخاصه تنتشر. الان المطلوب، وهذا علاش دقينا ناقوس الخطر، المطلوب استدراك الامر اليوم، لانه خصنا نشوفوا التجارب ديال الناس اللي سبقونا لهذا الشيء. نعطيو فرنسا اللي حنايا دائما نتشوف لها في مثل هذه الامور. فرنسا اليوم القطاع ديال التغطيه الاجتماعيه يعاني من خصاص ومن ازمه ومن عجز مالي كبير على مستوى القطاع الخاص، على مستوى القطاع كله ككل، صحي بصفه عامه. وهذا يهدد الخدمات ويهدد الاستمراريه ديال الخدمات. اليوم حنا بما اننا في بدايه المشوار، ينبغي هذاك القطاع الخاص خصو ينبغي ان نكبح جماحه، ونتكلم بوضوح وبصراحه، ينبغي ان نكبح جماحه ونبقاو في قطاع خاص معقول. ما غيرجعوش عندنا شبكات ديال القطاع الخاص منتشره في كل المدن والتي تستثمر بشكل يعني رهيب، وفي المقابل ديال التهميش ديال القطاع العمومي، لان القطاع العمومي هو الاساس حتى من الناحيه ديال التكوين وديال اللي غيدير البحث العلمي. واللي غيدير التكوين هو القطاع العمومي. الا قضينا عليه واحد الوقت ستنهار المنظومه باكملها. اذا هادو 2 ديال القطاعات كبيره. اذا وهذا المشكل في هذه الامور، وهو يعني الامر